ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، يا رب بسعادة يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نعمل قراقيش العيد القمر اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين طبعا دايبه وجميله قوي. وهقولك لو مش عايزاها تكون دايبه وماسكه نفسها وايه وخشنه، هقولك ازاي تعمليها، ولو عايزاها دايبه زي تعمليها ازاي. وطبعا ريحتها وطعمها يعني مش قادره اقول لكم، قلب ريحه البيت. بجد زي ما انت شايفه ماسكه نفسها، ومجرد ما تقطميها زي اللي بره بالظبط بتدوب دوب في بقك كده. بجد جميله وحلوه وطعمه. والملبن مش ناشف. طبعا هقولك ايه نوع الملبن انت تستخدميه، عشان في ناس طبعا عندها مشكله. ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ دي بنوتي بتسلم عليكم. طبعا هقولك طبعا لو عندك مشكله في الملبن طبعا وبينشف منك او بيتحرق وتلاقيه كده مش حلو، هقولك ازاي تجيبي نوع الملبن الكويس اللي انت تستخدميه ويفضل طري معاكي حتى لو قعد في تسويه كتير في الفرن، زي ما انت شفتي طبعا في اول الفيديو. زي ما انت شايفه طبعا انا هعمل كيلو قراقيش. طبعا الكميه اللي انت شفتها في اول الفيديو دي كلها ده كيلو من الدقيق، يعني كيلو قراقيش زي ما انتوا شايفين. طبعا ما شاء الله تبارك الله حاجه كده نظيفه. طبعا اللي انا فضيته قدامكم ده نص كيلو من السمنه الجنه، انا رحت حطيته كده على النار عشان تسيح تقدح زي الكحك بالظبط. طبعا لو انت عايزه القراقيش تبقى معاكي خشنه كده وما تكونش بتدوب في البق زي ما انا عاملاها، يبقى هتحطي على الكيلو دي 350 جرام من السمنه. وممكن طبعا تحطي 250 جرام سمنه و100 جرام من الزيت لو عايزاها مقرمشه قوي. زي ما انت شايفه كده، زي انا بقى مسكت كده معلقتين كبار من السمسم المحمص متنقين اهم حاجه على الدقيق. طبعا تقدري لو حابه تعمليها من غير سمسم تقدري تشيلي السمسم خالص من الوصفه. وطبعا معايا معلقه ونص سكر كبيره. طبعا انا حاطه بودره لان السكر عندي الخشن كان خلصان، تقدري تحطيه خشن عادي مفيش اي مشكله. ودي ريحه موز، بجد بتدي ريحه حلوه قوي للقرايش، بجد اديتها طعم وريحه مش قادره اقولك بجد طعمها حلو ازاي. جربي ريحه الموز بجد حلوه قوي في القراقيش. زي ما انت شفتوا طبعا نزلت بالسمسم واسمه ايه والسكر، معلقه ونص سكر. طبعا تقدري تحطيه حبيبات زي ما قلت لك عادي، بس انا كان خلصان عندي فحطيت بداله بودره. ونزلت بايه بريحه الموز. وهنزل بقى بالسمنه بتاعتي زي ما انتوا بقى شايفين كده. ده بقى نص كيلو من السمنه المقدوحه. طبعا زي ما قلت لك تقدري تقللي طبعا تستخدمي 350 جرام من السمنه، يا اما ميكس من الزيت والسمنه لو مش حباها طبعا دايبه زي بتاعتي. بس هي ماسكه نفسها على فكره، مش يعني مش بتبقى يعني مجرد ما تمسكيها تتكسر، لا ماسكه نفسها القراقيش، بس مجرد ما بتقطميها زي اللي بره كده بتدوب في البق. طبعا نزلت كده بالسمنه بتاعتي. بس بقى يعني ايه، ما تيجوا تنزلوا في المرحله دي يعني انزلوا بالراحه كده وقلبي بالراحه عشان بتبقى سخنه مولعه. وخلي بالك وسمي كده بالله وان شاء الله تبقى تمام. زي ما انتم شفتوا طبعا صلوا دايما على النبي كده يا جماعه، الصلاه على النبي جميله قوي في الايام الجميله دي. طبعا انا حطيت معلقه بيكنج باودر، نسيت اقول لكم عليها معلش. حطيت معلقه صغيره بيكنج باودر، دي بتدي هشاشه حلوه قوي. طبعا معايا اهي نص معلقه كبيره من الخميره. كده دي كوبايه لبن، يعني لبن دافي مش لبن سخن. وممكن لو ساقع عادي، بس احنا عشان طبعا الخميره يا دوب لبن ايه يبقى دافي زي دمعه العين، حتى لما تيجي تحطي صباعك فيه ما يعني ايدك تتحمله ما تتلسعيش. نزلت كده عليه باللبن. تقدري طبعا تعجني يعني ميكس من اللبن مع الميه، مش ضروري كله لبن يعني. زي ما انت شايفه كان نزلت باللبن وهعجن كده الم بصوابعي. زي ما انت شايفه انا عايزاها طبعا تبقى عجينه اقدر اشكلها وانا بعملها، عايزاها كده اعرف اشكلها. فزي ما انتم شايفين طبعا ده كده مش لبن صافي على فكره، ده كان ربع كوبايه لبن وايه زودت عليها بالميه. ونزلت كده ايه بنص كوبايه الميه على اللبن، بس لقيتها خلاص العجينه مش محتاجه. فزي ما انتم شايفين طبعا على حسب برضو ما تستخدمي قد ايه، طبعا دي عندي بيفرق. بس اهم حاجه ما تيجي تجيبي بالذات في الكحك والبسكوت والحاجات دي لازم تجيبي نوع دقيق كويس. يعني احسن ديق ممكن تستخدميه في الحاجات دي الكوثر، قصدي سوري الاهرامات. ده احلى نوع دقيق تستخدميه، بيبقى حلو ما بيشربش معاكي سمنه كتير، والمعجنات بتطلع معاكي دايبه وحلوه. طبعا كده حلوه وماسكه كده نفسها والعجينه حلوه تقدري تشكليها. اغطيها بقى واسيبها اشتغل فيها كده ايه. بس تعالوا نعمل الملبن الاول. طبعا انا متعوده كل سنه بعمل 2 كيلو قراقيش وبجيب نص ملبن ونص ايه عجوه، فنسيت طبعا اللي انا عامله السنه دي ربع كيلو من القراقيش. فطبعا اتبقى معايا طبعا كميه من الملبن ومن العجوه، فشلتهم الباقي في الفريزر. زي ما انتم شايفين طبعا انا كده هقطع الملبن بالسكينه. طبعا انت لو هتعملي كيلو قراقيش يبقى هتجيبي ربع ملبن وربع عجوه، لو طبعا حابه تعملي كل بالملبن او بالعجوه طبعا ده اللي يرجع لك. طبعا ايه نوع الملبن انت تستخدميه وتجيبيه. نوع الملبن انت هتجيبيه تروحي تقولي للعطار او العلاف اللي انت بتجيبي من عنده انا عايزه ملبن يخش الفرن ما يتحرقش، ملبن بيتحمل الحراره. لان في نوعين من الملبن، نوع الاكل اللي هو الملبن اللي بيتاكل ده طبعا بيبقاش حلو، بيبقى واخد التسويه بتاعته كويس، فلما بتيجي تحطيه في الفرن ما بيتحملش وبينشف معاكي وبيتحرق.
اما الملبن ده ني، لما بتيجي تستخدميه في المعجنات بتاعتك بيبقى مستوي سوا بسيط جدا. فما بتدخليه في الفرن مهما يقعد في المعجنات او في اي حاجه انت عاملاها معاكي بيفضل معاكي زي ما انت شايفه طبعا. يعني من كتر ما هو طري بيفك معايا وانا بصبعه. بس طبعا وانت بتصبعيه بنشا، بتكوني كده حاطه نشا كده على الطبق عشان ايه؟ ما يلزقش منك ويتبرم معاكي بسهوله. طبعا قلتلك طبعا نوع الملبن انت تستخدميه. وزي ما انت شايفه طبعا معايا العجوه، ده نص كيلو من العجوه. طبعا العجوه دي بتاعتي طريه قوي، انا بجيبها عند شخص يعني العجوه بتاعته بسم الله ما شاء الله جميله. ده نص كيلو من العجوه، نزلت عليه بمعلقه صغيره من القرفه، وايه معلقتين كبار من السمسم، وايه ونزلت عليهم بمعلقه 3 معالق سمنه سايحين. طبعا تقدري طبعا تجيبي ربع، لان هو طبعا على الكيلو القراقيش كان نص كيلو عجوه كان كتير قوي. فزي ما قلت لك طبعا تجيبي ربع عجوه وربع ملبن. لو هتعملي طبعا حابه تعملي كله بنفس الحاجه اللي انت حابه طبعا يعني. نزلت طبعا بمعلقتين سمنه تاني، لان لقيت العجوه ايه ماسكه قوي ومحتاجه شويه سمنه، حسيتها كده ايه مش لينه معايا. فقعدت كده اخدم فيها لحد ما ايه ما السمنه والقرفه والسمسم اختلطوا مع بعض كويس جدا جدا. زي ما انتم شايفين. بعد كده هصبعها بقى عشان لما اجي اشتغل تكون جاهزه معايا. همسكها بقى اصبعها صوابع كده ايه رفيعه، عشان لما اجي اشكلها واحطها في القراقيش تكون جاهزه اشتغل على طول. زي ما انت شايفه طبعا. طبعا لو العجوه معاكي جايباها ناشفه جدا ومش عارفه تشكليها على ايديكي وتعمليها، حطيها على نار هاديه جدا جدا جدا، زي ما بتيجي توطي على الرز كده، وحطي عليها السمنه بتاعتها والقرفه والسمسم، واقعدي كده اعمليها على النار هاديه جدا وافضلي قلبي هتبصي تلاقيها فكت معاكي وبقت طريه. يعني جبت سنه جبتها كانت ناشفه كده وعملتها ونجحت معايا وكانت كويسه قوي. زي ما انت شايفه طبعا مسكت كده ايه جزء من العجينه كده على حسب ما انت حابه بقى، كبيره صغيره اللي انت حباه. مسكتها كده عملتها كده وفردتها، وقمت بقى فردتها طبعا بسمك كده يعني نص سنتي، ما يكونش سمك تخين او يكون سمك رقيق زي ما انت شايفه كده. وهجيب بقى طبعا الملبن، اول حاجه الملبن عشان بحبه قوي بصراحه، وكمان عشان ايه ما سيبوش كتير يعني بره عشان ما ينشفش. انا عايزه حبيت اشتغل فيه اول حاجه عشان طبعا الملبن انا بخاف اللي هو اسيبه بره يكون ايه متعرض للهواء كتير. زي ما انتم شايفين حطيت طبعا 3 اصابع على حسب طبعا الطول بتاعك هياخد قد ايه. طبعا زي ما انت شايفه طبعا العجينه بتتقطع معايا ملهاش عرق، وكمان عشان انا حاطه سمنه كتير. لو انت حاطه سمنه اقل من كده هتبقى العجينه معاكي عامله يعني جامده وماسكه نفسها وتقدري تشكليها على حسب ما انت عايزه. بس انا بحبها كده، انا مش بحب القراقيش يا جماعه اللي تبقى يعني ايه، بحبش القراقيش تكون ناشفه قوي، بحبها تكون ايه دايبه كده دوب. انا بحب الحاجات اي حاجه بحب اعملها دايبه. طبعا ده يرجع لذوقك، لو انت طبعا بتحبي تغمسيها في الشاي والكلام ده يبقى تحطي زي ما قلت لك 350 جرام من السمنه على الكيلو. بس انا حاطه نص كيلو من السمنه عشان انا بحب كده القريش بتاعتي تبقى دايبه دوب كده زي ما انتوا زي ما بتقولوا كده. وهقطعها بقى اصابع كده بعد ما لفتها طبعا زي ما انتوا شايفين. هقطعها بقى كده الصباع اللي انت حابه بقى، القطعه اللي انت حابه تقطعيها قطعي، الحجم بقى كبير صغير اللي انت حابه ده يرجع لك انت. طبعا بتقفلي طبعا الناحيه اللي احنا ايه ما قفلناش كده نقفلها بايدينا، وبعد كده ايه ندوس عليها بصباعنا بالراحه كده، ونحط ناحيه التقفيل من تحت عشان طبعا ما تبقاش باينه وتبقى شكلها مش حلو. زي ما انت شايفه كده سهله وبسيطه خالص، اسهل ما يكون يعني، واحلى رقيش ممكن تاكليها في الدنيا بجد، بطعمها مش قادره اقول لكم يعني جبار ازاي وحلو ازاي. طبعا لو حابه تعجني بميه ولبن تقدري طبعا، ما تقدريش ممكن ما تقدري يعني مش ضروري يبقى العجن كله باللبن يعني. زي ما انت شايفه كده. يعني انا استخدمت ربع كيلو من اللبن على القرقيش دي، وكملت بالميه بسيط قوي. طبعا انا جبت المنقاش كده حسيت اللي هي شكل الرقيش كده ايه شكلها كده ما فيهاش حاجه، فقلت لا انا هعمل كده حاجه. دي طبعا ابداع ده بتاعك يعني، انت تبداي زي ما انت حابه يعني الحاجه اللي انت حباها شكلي بيها. فانا كده عملت كده بالمنقاش نقشت كده القرقيش تبقى شكلها كده ايه جميل كده، ونحس كده بالعيد كده، كل حاجه تبقى شبه كده ايه كده روايح العيد وجمال العيد كده. طبعا يعني ما شاء الله يعني القراقيش دي انت لو هتجيبي كميه القراقيش دي من بره هتجيبيها بمبلغ يعني. انت عملتيها في البيت باقل التكاليف وطعمها بجد تحفه قوي. زي ما انت شايفه طبعا. العجينه طبعا اللي انا لفتها معاكم دي في الملبن عملت منها رور كمان للملبن كمان، لان كانت ما شاء الله كانت عريضه. يعني العرض ده كله يعمل لي رورين ما يعمليش رور واحد، لان لو لفتيها رور واحد هتبقى واحده الفاش معاكي تخينه جدا وهتبقى معاكي يعني هتعرض قوي هتبقى شكلها مش حلو معاكي. فانت العرض ده هيديكي رورين زي ما انت شايفه كده. واحط برضو اصابع الملبن على حسب برضو الطول بتاعي، احط على قده ملبن زي ما انت شايفه. وهلف طبعا انا بتتقطع معايا زي ما قلت لك عشان حاطه لها سمنه زياده شويه، بس انا بحبها كده بصراحه ربنا. طبعا لايك وشير، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه يا امارات يا حلوين، وتعليقاتكم الحلوه طبعا اللي دايما دايما فعلا بتسعدني.
طبعا القريش ده انا عملتها امبارح، بس بصراحه ما لحقتش انزل فيديو لان كان عندي كده، كنت مشغوله قوي امبارح وكان عندي كده مشوار، فما عرفتش انزله امبارح. فالنهارده ان شاء الله حبيت اشارككم بالفيديو القمر ده. بجد احلى قريش ممكن تاكليها في الدنيا. هتقولي بتحبي انواع قريش اكتر؟ اقول لك بحب ام ملبن اكتر. زي ما انت شايفه طبعا بقفل كده الناحيه دي، بقفلها وبعد كده بحطها ناحيه التقفيله الناحيه التانية. طبعا انا عملت معاكم الملبن، فحبيت برضو اعمل معاكم برضو رول من العجوه، بحيث تشوفوا الطريقتين زي ما انتوا بقى شايفين كده، حاجه كده جميله وحاجه كده نظيفه، وانتي اللي عاملاها بايديكي. لما تعملي كده الحاجه بايديكي انضف بكتير لما تجيبيها من بره، واحلى بكتير، وبتبقى ما شاء الله الحاجه فيها بركه، والعيال بياكلوا وبيشبعوا. طبعا انتي بتسيبيها لما بتبرد خالص لحد تاني يوم، وبتعبيها بقى في حله كده او في علبه بلاستيك من تحت كده، وتقومي حاطاها في الفرن، تقومي الفرن ايه، وتقومي حاطه من تحتيها كيس ومن فوقها كيس، وتقومي مغطياها كده. اهم حاجه من تحت ومن فوق كيس، لان طبعا ما يدخلهاش اي تراب ولا اي حاجه، تبقى انت ضامنه الحاجه بتاعتك نظيفه. انا جبت كده حته من العجينه ودورتها كده، عملتها دوريه. دي كانت عمتي كده كانت بتعملها، كنا زمان انا وستي وعمتي كده كنا نقعد نعمل الكحك والبسكوت مع ستي الله يرحمها. فكانت عمتي كده تمسك كده ايه، كام واحده كده وتعملهم على شكل قطايف، تقول عشان ايه نفتكر رمضان لما يجي العيد. فكانت تعمل كده الواحده كده، تعمل كذا واحده يعني على شكل قطايف كده بالمنظر ده، وكانت بصراحه بتعجبني قوي. زي ما انتم شايفين كده، انا بصراحه عملت واحده بس احنا زمان كنا بنعمل كتير قوي، فمسكتها كده قفلتها شبه القطايف بالظبط، وايه كانت بتنقشها كده بالمنقاش بالمنظر ده. بجد يعني حلوه قوي الشكل ده، وعجب الولاد قوي. يقولوا لي ما عملتيش منه كميه ليه؟ زي ما انتم شايفين طبعا بعد ما خلصت الكميه كلها انا سبته كده ايه، مده الخمر بتاعته ما كانتش كبيره قوي، كانت ساعه يعني. وبعد كده بقى هولع الفرن بقى. يعني ولعت الفرن كده ايه قبليها كده ب5 دقايق وب10 دقايق، انا عشان فرني بطيء شويه ولعته ايه قبليها ب10 دقايق. انت لو فرنك سخن يعني وبيسخن بسرعه 5 دقايق. طبعا لو عندك الفرن بيشتغل من تحت ومن فوق، شغليه من تحت ومن فوق على الرف التاني في الفرن، درجه حراره 180 او 200. لو 180 عندك عالي يبقى 180 حلو، لو واطي يبقى 200. ودرجه حراره من فوق ومن تحت، لو ما بيستويش من يعني عندك من تحت بس، يبقى شغلي من تحت وبعد كده من فوق زي انا عملت كده. سويته من تحت، وبعد ما خد لون من تحت ولعت عليه الشوايه، ومن حين لحين كنت بداير الصاج كده عشان ايه ياخد لون من كل الجوانب، من كل الجهه، يبقى كله لون واحد، الصاج يبقى واخد كله نفس اللون. زي ما انتم شايفين طبعا انا ما فضيتهوش كده بالمنظر ده غير لما برد تماما، سبته ليله كامله كده في السجون كده لحد ما برد تماما، وبعد كده فضيته، بحيث لما اجي اشيل الحاجه تعيش معايا فتره طويله جدا ما تبصش. لاني ما بتعبي الحاجه لو هي فيها حتى دافيه، ما انت مثلا دافيه سنه ممكن تبوظ معاكي ما تعيش. عايزه الحاجات دي بالذات حاجات العيد دي سيبيها تبرد تماما تماما. زي ما انتوا شايفين طبعا الملبن ما نشفش، زي ما انتوا شايفين على ايش طبعا دايبه دوب كده زي ما انتوا شايفين. ده كله عشان احنا عملنا المقادير التحفه دي. طبعا عشان قلت لك طبعا الملبن انت تستخدميه في القراقيش. زي ما انت شايفه حاجه قمر، حاجه نظيفه جدا. باي باي.